شنو بغيتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير من الكتب بين النساء آية بينات من ذكر الحكيم السماء المرسلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. إخواننا جزاكم بخير. غنقراو الفاتحة على باين إبراهيم توفى له الأب ديالو نهار 3 إبراهيم بن الحسين اللي معروف عندنا حنا في الصحراء ورا الجامع العام يكون اتصلوا به وتعزوا في الوالد ديالو راه مات نهار 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام كنشكركم على تلبية الدعوة والحضور وانتم اللي صبرتوا على اللقاء ديال مع السي نور الدين البركاني نائب البرلماني والسي محمد البوعسرية كاتب اقليمي الاتحاد الوطني للشغل والمريض. الشكر موصول إخوان سلوان سيتي والريف 24 إخوان موصول تلبية الدعوة لكم. الإخوان هذا اللقاء من بين اللقاءات اللي كتدرج الجمعية شهريا كيتفاهمنا في الجامع العام ديال السنة الفارطة وأن الجمعية ضروري وإلا كل شهر دير نشاط. هذا نشاط كان مدرج من شهر واحد درنا فيه الجامع العام. سبق لينا استضفنا الأساتذة بجوج هذه عام و4 شهور الله أعلم على ما كنتذكر ياك السي بوعسرية عام و4 شهور. دابا حنا الإخوان كنشكروهم السي نور الدين البركاني السي الأخ ديالنا محمد البوعسرية اللي ديما كيعانيو مع جمعية النور السائق المهني فيما كيوقع شي مشكل شي شوفور فيكم راه هما الأولى اللي كيلتجئوا ليهم. السي نور الدين البركاني الله يجازيه بخير النهار اللي درنا معاه اللقاء هو الأخ سي محمد البوعسرية كنا عطيناه واحد 10 ديال الملفات ديال الضمان الاجتماعي. عندنا 7 ديال الملفات اللي كنا عطيناها السي نور الدين البركاني تحلوا بصفة نهائية من بينهم الملف ديال الأخ ميلود بوحية وإدريس بروكسي سفيان جميل عبد السلام بن عباس محمد المساوي محمد التلاس سعيد الشفيقي عبد السلام بن الحسن. هذه الملفات الإخوان كانوا عالقين في الضمان الاجتماعي ما يفوق العام. نهار فاش تسلمهم السي نور الدين البركاني راه بذل المجهود واتصل حدا قدامي المدير الوطني للضمان الاجتماعي وهضر معنا الملفات ديالنا. الحمد لله هاد 7 الملفات راه تسواو بصفة نهائية وكنشكروا بالسي نور الدين البركاني على المجهود اللي كيبذل معنا. وبالنسبه للسي نور الدين البركاني دارنا عاود تمنا 2 لقاءات. لقاء انا والسي حسن مسعودي كنترتب اللقاء مع المستشار ديال السي عبد العزيز الرباح على حساب البطاقه المهنيه ولقاء الجوج مع السي محمد نجيب بوليف اللي درجنا فيه واحد العدد ديال النقاط من بينهم التعسف ديال رجال الدرك الملكي المشكل ديال باب المليار المشكل ديال الملف الضمان الاجتماعي المشكل ديال توحيد البطاقه المهنيه والحمد لله السي محمد بوليف راه عطى شي اوامر زعما تفكوا بزاف ديال المشاكل. ودابا ان شاء الله حنا جبنا عاود الاخوان نزيدوا معاهم شويه د المشاكل
حنا كنحلوا 10 وكنجيبوا 20. الاخوان دابا نعطيو واحد الكلمه للاستاذ سنور الدين البركاني، وبعدها نعطيو الكلمه للسيد الكاتب العام ديال الجمعيه، راه عنده واحد الكلمه، موراها نعطيو الكلمه للسنور الدين البركاني والسي محمد بوعسليه، ولا كاين شي تدخلات غادي نفتحوا بهم النقاش ان شاء الله. تفضل السي محمد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. تحية حارة وخاصة للضيفين الكريمين الدكتور نور الدين البركاني النائب البرلماني الكفء، والأستاذ محمد بوعسلية الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المناضل، ولجميع الحضور الكريم. ولا يفوتنا أن نجدد لشخصيكم الكريمين فائق الشكر والتقدير والاحترام عن تعاونكم وتجاوبكم المنقطع النظير مع الطموحات وتطلعات الجمعية ومساعيها لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها السائق المهني. فلطالما وجدناكم دعما وسندا لنا في كفاحنا الرامي إلى خدمة المصالح العامة للسائق المهني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع المغربي. فكلما قصدناكم إلا وقمتم ببذل قصارى جهودكم لتلبية مطالبنا المشروعة، ونحن على يقين بأنكم لن تبخلوا علينا بنصائحكم وتدخلاتكم وتعاونكم البناء. وندعو الله تعالى أن يديم علاقة الأخوة والتعاون والتجاوب التي تجمعنا، ويوفقنا جميعا لخدمة الصالح العام. وشكرا. السلام عليكم. نعطيو الكلمه للاستاذ نور الدين البركاني. الدكتور نور الدين البركاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان، السلام عليكم جميعا. أولا أريد نقدم الشكر ديالي لجميع أعضاء جمعية النور للسائق المهني على الحيوية ديالهم وعلى النشاط ديالهم وعلى يعني الجدية في العمل، لأن هذه الجمعية حقيقة أنا كنعتبرها جمعية نموذجية، وهذا كيبان من خلال يعني الملفات، من خلال النظام اللي كتبعوه. لأن أنا مع السي مراد مثلا كل مرة ملي كيعطيني شي ملف كيعطيه ليا وكان نصاوب بواحد الطريقة بحال اللي راه شي مؤسسة إدارية يعني مضبوط. لذلك بغيت نجدد لكم التهنئة على هذه الجمعية وعلى المجهودات اللي كديروا كاملين. كما كتعرفوا الإخوان، أنا بصفتي كنائب برلماني الحمد لله منذ من تحمل المسؤولية هذه المهمة اللي هي مهمة شاقة وعسيرة جدا. يعني الحمد لله فتحت واحد المكتب للتواصل مع المواطنين. علاش؟ لأن هذه يعني هذا واجب وهذا وعد كنا اعطيناه للساكنة جميع المواطنين على أنه حنايا نطلعوا غادي نكملوا التواصل. لذلك يعني واحد العدد ديال الملفات اللي جاتني من الجمعيه ديالكم ساهمنا فيها. كاين اللي حلينا المشكل، ساهمنا في الحل ديال المشكل، كاين اللي ما حليناش المشكل لان نظرا للصعوبات ونظرا لبعض الاكراهات. فالملفات اللي ساهمنا في الحل ديال المشاكل ديالها كان واحد العدد ديال الملفات مرتبطه بالصندوق ديال الضمان الاجتماعي. الحمد لله كاين شويه ديال النتيجه، ولكن رغم ذلك انا ما رانيش راضي بزاف 100% على هذه النتيجه، لان اولا ان البعد على الدار البيضاء والرباط، وعندنا كذلك واحد العدد ديال الاكراهات اللي كتعرفوا انتم يعني كسائقين، يعني الارباب ديال الشاحنات يعني ما كيبغيوش يحترموا القوانين. هي ما دير معهم مجهود ولكن كيتهربوا من يعني سواء تصريح الاجراء ولا الحد الادنى للاجره ديال الاخر كيتهربوا. لذلك انا كان مؤخرا كانت عندي واحد الجلسه مع السي سعيد مدير ديال الضمان الاجتماعي، وذكرت له بالمشاكل، يعني انه كاين واحد العدد ديال الارباب ديال الشاحنات ما كيبغيوش ينضبطوا التصريح ديال الاجراء والتصريح ديال يعني مش غاليين عندهم. ف كنتمنى ان شاء الله في الايام المقبله ولا الشهور المقبله انه
هاد الناس هادو ديال الارباب ديال الشاحنات انضبطوا بالقانون يصرحوا بالوزراء ديالهم وبالسائقين. هنا كاين اللي مثلا كيخلصوا مثلا واحد كيديكلاري واحد الاجره، ولكن ما كيديكلاريش داك الاجره اللي كيعطي له ولا كيعطي له اقل. كاين المهم اشكاليات في هذا سميتو. بغيت ننتهز هذه الفرصه عاوتاني باش نهضر لكم شويه على الحزب ديالنا، الحزب ديال العداله والتنميه. كما كتعرفوا الاخوان نحن مقبلين على واحد المحطه مهمه، محطه ديال 7 اكتوبر للانتخابات الجايه. يعني يلاه كتفصلنا شي 3 اشهر على هذا 3 شهور اللي بقى لنا. فالحزب العداله والتنميه راكم واحد التجربه الحمد لله. اليوم اصبح الحزب على كل لسان، كل المواطنين كيعرفوا حزب العداله والتنميه، الجديه ديالو، يعني النضال ديالو. اصبح هذا الحزب محط انظار ديال الكثير، حقق واحد العدد ديال الانجازات الحمد لله بفضل الله تعالى وبفضل المرجعيه ديالنا اللي هي المرجعيه الاسلاميه، وبفضل الجهود ديال الاعضاء ديالو والمتعاطفين معاه. فالحمد لله المحطه الاخيره محطه ديال 4 شتنبر، حزب العداله والتنميه حقق نتيجه يعني ايجابيه جدا على يعني واحد العدد ديال المدن الكبرى، حقق فيها يعني نتائج جد مرضيه، من بين شي 20 على 30 مدينه كبيره، يعني جاب فيها يعني واحد النتيجه يعني مرضيه جدا، وحقق واحد النتيجه يعني كبيره جدا. فهذا اليوم اصبح عندنا ازيد من 200 رئيس جماعه، لان كتعرفوا انه كاين شي تقريبا 1500 جماعه. الحزب اليوم كيترأس شي تقريبا شي 200 جماعه على 1500 جماعه، وهذا الحمد لله بفضل النضال ديال المنخرطين ديالو، بفضل النضال ديال المتعاطفين ديالو. وكنتمناو انه ان شاء الله في المحطه المقبله 7 اكتوبر يعني تكون كذلك محطه ناجحه اللي غادي تبين فيها يعني الحزب، وغادي ان شاء الله جميع القوى الحيه الديمقراطيه حتى هي يعني تبان ان شاء الله، ونمشيو بالبلاد ديالنا للامام. ف يعني الحمد لله رغم تلقي الضربات، واحد العدد ديال الضربات الحزب اللي تلقاها من مختلف الجهات، الا انه عرف كيفاش يصمد لهذه الضربات، سواء تعلق بالضربات اللي كتجي له من الخصوم، من بعض النقابات، من الاعلام، من الصحافه المكتوبه والمقروءه، وواحد العدد ديال الضربات. ولكن اصبح يعني الحزب يعني اليوم كيتمتع بواحد الشعبيه كبيره، وعرف كيفاش يصمد لهذه الضربات هذه. ف بغيت فقط نرجع لبعض الانجازات اللي حققتها الحكومه الحاليه اللي كيترأسها حزب العداله والتنميه. يعني واحد العدد ديال الانجازات اللي دارت، يعني ربما فيكم اللي كيعرف هذه الانجازات، وربما كاين ربما اللي ما كيعرفش، لان حنايا ماشي الهم ديالنا هو نبقاو نهضروا على راسنا، وانما كذلك الهم ديالنا هو انه الملفه ديال المواطنين كيفاش ندافعوا عليها، وكيفاش يعني هذا هو الهم. فمثلا في الانجازات اللي بغيت نقول لكم، كاين واحد العدد ديال فيما يخص التماسك الاجتماعي ومحاربه الفقر. تم انشاء واحد الصندوق اللي سميتو صندوق التماسك الاجتماعي. هذا الصندوق ديال التماسك الاجتماعي الدوله ولا الحكومه كتخصص له كل عام 4 مليار ديال الدرهم، يعني منذ 2014 4 مليار، 2015 4 مليار ديال الدرهم. وهذا يعني الصندوق كيمشي للمعارض يعني باش يخلصوا ذاك يعني المستحقات ديال الرامد. كذلك البرنامج تيسير لدعم التلاميذ التدريس، وكذلك الدعم ديال الارامل، لان كما كتعرفوا انه هذه الحكومه يعني دارت واحد الدعم للارامل
في حدود 350 درهم للطفل كسقف ديال 1050 درهم كسقف. هذا انجاز كبير، وربما غادي يتزادوا، لان كان واحد المشروع انه هذه الارامل غادي يتزاد لهم ان واحد العدد ديال الناس قالوا ما خصناش نحدوها في 3 اطفال فقط، وانما خصنا نزيدوا. كذلك في تفعيل صندوق التكافل العائلي يعني اللي كذلك اللي كيخص المطلقات، كذلك يعني فيما يخص واحد العدد من الاجراءات اللي كتخص الادويه، اليوم ازيد من 2000 دواء اللي تم الخفض ديال الثمن ديالو. يعني اليوم انا كصيدلي وانا كنشهد على انه واحد العدد ديال الادويه انخفضت في الثمن ديالها ما بين 20 حتى 80%. هذا انجاز كبير. قبل كان يعني الادويه كتعرف غير واحد الزياده وصافي، اليوم كاين واحد الانخفاض، وهذا كيبين على انه الحكومه عندها واحد التوجه اجتماعي. كذلك فيما يخص الطلبه تزاد لهم في منحه، واحد العدد ديال الطلبه اليوم ازيد من 270 ألف طالب، 330 ألف طالب اللي تزاد لهم في المنحه. كذلك في التغطيه الصحيه ديال الطلبه يعني 288 ألف طالب اللي اصبحوا اليوم كيتمتعوا بالتغطيه الصحيه. وهذو اجراءات مهمه، ربما يعني قد تبدو للبعض انها ماشي مهمه، ولكن هذه مهمه جدا، ان اليوم الطالب اصبح عنده التغطيه الصحيه كما يعني هو بالنسبه للبعض بالنسبه للموظفين. فيما يخص يعني كذلك الداخليات، زادوا واحد العدد ديال الداخليات في الاطعام المدرسي، عاوتاني يعني تزاد واحد العدد ديال الرقم في هذا الاطعام المدرسي. كذلك يعني فيما يخص يعني التوزيع ديال المحفظات، شي 4 مليون ديال المحفظه اللي تزاد اللي تفرقات على اللي كتفرق سنويا على التلاميذ. بالنسبه للاجر، الحد الادنى للاجر يعني زاد 10% من الحد الادنى للاجر في قطاعات الصناعه والتجاره والفلاحه. كذلك الرفع من الاجر الادنى في الوظيفه العموميه، اللي اليوم اصبح في الوظيفه العموميه الحد الادنى للاجر هو 3000 درهم، هو الرسمي ديالي هو 3000 درهم في الاخر. كذلك في المعاشات، بالنسبه للمعاشات اللي كتصرف للمتقاعدين ديال المؤسسات العموميه والجماعات وكذلك المياومين 1000 درهم، الحد الادنى هو 1000 درهم. هذه اجراءات مهمه. كذلك فيما يخص خلق مناصب الشغل، تخلقات ازيد من في هذه 4 سنين، في هذه 5 سنين تخلقات ازيد من 115,000 يعني منصب شغل، وهذا رقم مهم ومهم جدا. فيما يخص تشجيع المقاولات، يعني تم احداث واحد النظام ضريبي تحفيزي للتشغيل الذاتي. كذلك بالنسبه للمقاولات يعني انخفاضات الضريبه، حيث اصبح واحد العدد ديال المقاولات كانت كتخلص 30% ديال الضريبه، اليوم كتخلص غير 10%. ولكن بالنسبه للمقاولات اللي كيربحوا قل من 300,000 درهم، 30 مليون عنده غير من 30 مليون لتحت يعني في الربح عنده غير 10% اللي كيخلص. هذا باش يشجعوا يعني المقاولات باش يخلقوا المناصب ديال الشغل. فيما يخص عاوتاني تجديد الحظيره الصناعيه ديال السيارات ديال التاكسيات، تخصصت لهم واحد الدعم ديال 8 مليون للتاكسيات باش يجدد يعني باش تجديد الحظيره الصناعيه، حظيره ديال السيارات ديال الحجم الكبير. فيما يخص يعني الاستثمارات في القطاع العام، يعني واحد العدد ديال الاستثمارات في البنيه التحتيه، في السكن، في التعمير، في الصحه، في التربيه والتعليم، في الفلاحه، واحد العدد ديال الانجازات اللي هي مهمه. في العجز ديال الميزانيه، تم خفض العجز ديال الميزانيه من 7.2% الناتج الداخلي الخام
في 2012 إلى 4.3%، وهذا رقم مهم ومهم جدا، حيث أصبح المغرب اليوم واحد العدد ديال الوكالات الدولية كيهضروا على المغرب على أنه أصبح بلد نموذجي في في هذه المؤشرات ديال أصبح هذه المؤشرات الماكرو اقتصادية قلصها المغرب، وأصبح المغرب اليوم وجهة ديال واحد العدد ديال المستثمرين. انتم سمعتوا مؤخرا واحد العدد ديال الصينيين اللي غادي يجيو يستثمروا في طنجة، وهذا مهم جدا. حنا هذا هو اللي بغينا باش المستثمرين يجيو يشجعوا التشغيل ويشجعوا خلق فرص الشغل. هذا الشيء مهم جدا. كذلك فيما يخص العديد من القضايا ديال الفساد، واحد العدد ديال الناس دابا اصبحت الاتهامات ديال الرشوه والاختلاس ديال الاموال العموميه واستغلال النفوذ، اصبح الملفات ديالهم كيتحل على القضاء. قبل ما كانش هذا الشيء، ما كانش في التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات اصبحت اليوم كتحال على النيابه العامه للبت فيها، قبل ما كانش هذا الشيء هذا. فيما يخص التوظيف المباشر، تم الالغاء ديال التوظيف المباشر. اليوم اصبح كل واحد انه مطالب باش يفوق يدوز المباراه عاد يمشي للتشغيل. قبل كان كنت بيستون دبر على هذا من الحزب ديالنا، هذا من ولد خويا، هذا ولد اختي. اليوم ما بقاش داك الشيء، انه التوظيف يتم عبر المباراه، وهذا الشيء خلى انه المواطن المغربي يسترجع الثقه ويقول على انه كاين شويه ديال المعقول في هذه البلاد. كذلك في فتح المناصب العليا حتى هو اصبح مفتوح للترشح والتباري تنزيلا الفصل 92 من الدستور. بلا ما نكثر عليكم، انا بغيت نستغل هذه الفرصه هذه باش نصنت شويه الاسئله ديالكم، الا كاين شي اسئله نجاوب عليها. هذا مجرد بعض التذكير بهذا بعض المنجزات اللي الحمد لله اليوم العديد كلكم كتعرفوا على انه كاين واحد الحكومه على الاقل اللي هي جديه ومعقوله وكتخدم لصالح المواطن. فيما يخص كذلك التشريع، في هذه ال5 سنين هذه تقريبا صادقنا على 300 تقريبا شي 330 ولا 340 ما بين مقترح ومشروع قانون. هذا على كيبين على انه المؤسسه التشريعيه البرلمان راه خدام، وهذا الرقم هذا ديال اللي صدقنا عليه مما سبق ما عمره سبق في الحكومات السابقه، انه تم المصادقه على هذا العدد ديال القوانين، منها 18 قانون تنظيمي اللي تم المصادقه عليه، قانون تنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسيه، القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قانون تنظيمي المتعلق بمجلس النواب، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، قانون تنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومه، قانون تنظيمي المتعلق بالمحكمه الدستوريه، قانون تنظيمي المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قانون تنظيمي رقم 59/11 يتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعه الترابيه، القانون التنظيمي المتعلق بقانون الماليه، قوانين تنظيميه المتعلقه بالجماعات الترابيه، الجهات والجماعات والعمالة الاقاليم، قانون تنظيمي المتعلق بمجلس الوصايا، قانون تنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة، قانون تنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وكذلك قانون تنظيمي متعلق بشروط وكيفيات تقديم اقتراحات وملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين، قانون تنظيمي متعلق بشروط وكيفيات تقديم عرائض الى السلطات العموميه من طرف المواطنين. واحد العدد ديال القوانين، الحمد لله واحد النتيجه كبيره جدا اللي اشتغلنا فيها، رغم انه الظروف ما كانش سهله، لان كما كلكم كتعرفوا على انه تقريبا الحكومه ضيعت تقريبا عام الخدمه ديالها نتيجه واحد سوء التفاهم اللي كان وقع والانسحاب ديال حزب الاستقلال. هذا خلى الحكومه انه
تضيع تقريبا واحد العام ديال الخدمه. لذلك ولكن الحصيله في مجملها حصيله ايجابيه جدا، وكنتمناو انه ان شاء الله فيما تبقى من الاشهر نصدقوا على قوانين اخرى اللي هي يعني قانون الاضراب، قانون الامازيغيه، قانون يعني مجلس اللغات والثقافه، يعني هادو اللي باقيين من القوانين التنظيميه. نتمناو هذا سميتو في هذه الايامات الجايه يعني تجي للبرلمان باش ان شاء الله حتى هي تاخذ المسار ديالها. كاين كذلك القانون المتعلق بالتقاعد اللي حتى هو راه دابا كيتناقش في مجلس النواب، واللي ربما عندكم اسئله على هذا القانون هذا. واكتفي بهذه الكلمه، اذا كاين شي اسئله عندكم انا اهم اشاره باش نجاوب عليها، وشكرا. شكرا للدكتور وكيل المكاني على هذه المعلومات اللي كنا كنجولوا في الصراحه نص فيها شو كنا عارفين وشو كنا عارفينه. شكرا مجددا للسي نور الدين. كلمه للاخ محمد بوعزيه كاتب اقليمي الاتحاد الوطني للشغل. تفضل السي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تكريما. الإخوة أعضاء المكتب الإداري لجمعية النور للسائق المدني، الإخوة الأعضاء والمنخرطين في الجمعية والضيوف ديالها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية باسم أبلغكم بعد تحيات إخوان ديالكم في المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمناظرين والأعضاء ديال النقابة هذه. التضامن ديالهم معاكم تضامن الله مشروط مع الشغيلة بصفة عامة، مع العمال، مع المأجورين، وعلى رأسهم انتم كسائقين مهنيين اللي حنا بدينا نعرفوا الملف ديالكم شوية بشوية، اللي هو في الحقيقة كان ملف صعيب وراه غادي شوية بشوية بفضل المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها المكتب ديالكم الإداري، وبالتنسيق مع الأخ النائب البرلماني الدكتور البركاني، وكذلك معنا حنا في إطار المكتب النقابي ديال المكتب الإقليمي لمهني وسائقي الوزن الثقيل والخفيف المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لنقابة النقل الطرقي بالمغرب، منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. إذا نتوما أنا كنقولها دائما، القطاع ديالكم قطاع النقل بصفة عامة من زمان، من بين القطاعات اللي في المغرب من الاستقلال كانت غير مهيكلة، ولا زالت يلاه بدات كتهيكل شوية شوية بعض القطاعات، من بينها القطاع ديالكم. الصعوبات والإكراهات والمعيقات والمشاكل نتوما أهل مكة أدرى بشعابية كتعرفوا أحسن منا، وكتعرفوا التغييرات اللي كتجي شوية بشوية، ولكن أهم شيء والتغييرات المهمة اللي كتجي دائما كيكون فيها واحد التراكم كتساهموا فيه حتى نتوما ما حدكم موحدين ومنظمين. نتوما كما قلت واخا القطاع غير منظم وغير مهيكل، ولكن نتوما كمهنيين وكسائقين وكالناس اللي هازين هذا الهم ديال هذا القطاع هذا واللي عايشين المشاكل ديالو، ما عندكم كتنظموا وكتاثروا في اطار هذه الجمعيه ولا في النقابه الا وكتوحدوا حول المكتب ديالكم وحول الاخوان اللي هازين الملف ديالكم، وجمعكم واحد الثقه المتبادله، لان الثقه هي كلشي. ملي كتكون الثقه كيكون التعاون والوحده والنضال المستمر بطبيعه الحال والصمود، راه كلشي غادي يجي. ما ضاع حق وراء طالب، ما حدنا كنطالبوا بالحقوق، ولكن في اطار منظم ومجتمعين وموحدين وكيجمعنا مجموعه من الامور ومن القيم، وكيكون التعاون وكيكون الثقه كما كيكون في المكتب، وهذا كلشي كيخدم. ما نقولوش راه المكتب كاين السي مراد والسي محمد صافي نعرفوهم غير هما، لا هما كيديروا الملفات، كيجتهدوا، كيقول لكم السي نور الدين، كيضبطوا الامور مزيان، كيجيو كيتصلوا حتى هما بصحاب السيلاساس لا على المستوى الاقليمي ولا الجهوي، وخير دليل على داك الشيء هو اللقاء اللي دار مؤخرا اللي واحد 15 ولا
تقريبا شهر، حوالي شهر، مع اللي حضرت فيه المديره الجهويه والمدير الاقليمي وداك الاخ سي دريس برحو كما كنعرفوا هادو ديال السي دي سيس. راه ماشي سهله باش يجيكم هادو حتى لهنا لهذا المقر ويحضروا معكم في اللقاء، يديروا معكم لقاء تواصلي ويسمعوا المشاكل ديالكم. واحد الوقت ذاك الجهاز ديال السي ان اس غير باش تمشي تخليه راه صعيب، تمشي تشتي على الحقوق ديالك، تطلب الحق ديالك ما يخليوكش تدخل، ولا دخلتي ما تلقاش المسؤول، ما هذا سير واجي وهذا الى غير ذلك. وراه المعاناه اللي كتعاني السي مراد والاخوه اللي كيمشيو معاه منكم من المكتب، ولا حتى اللي كانوا يعانيوا مع الباترونا، مع الناس اللي كيخدموا عندهم، ولا في الشركات ولا في هذا، ولا من ناحيه التصريح بداك الاجر، ولا من ناحيه سميتو القضيه ديال التغطيه الصحيه والمرض الى غير ذلك من المشاكل الكثيره اللي كانت. فالحمد لله انه مازال خص اكثر، احنا دائما نطالبوا اكثر، ولكن قلت لكم انا غير هذاك اللقاء في حد ذاته مزيان، انجاز كبير وكبير جدا، وهما تاثروا بداك اللقاء التواصلي. وهذا خلق واحد التواصل، اللي هذا التواصل اشنو كيخلق ذاك الحاله النفسيه اللي كانت شحال هذه ديال الصراع والمجابزه، شي ما تيقفش عندك هذاك علاش جاي هذاك، وثم منين كيتصلوا بداك المشغل بالباترون كيتفاهموا معاه على برا من تحت لتحت، هذاك السائق ولا الاجير ما غاديش يديوها فيه وهذا. ولكن ملي كيوقع التواصل وكيعرفوا ما بين الاجراء وما بين هاد المصالح المختصه، كتغير شويه داك السلوك وداك التعامل، وكتجي واحد الثقافه جديده ديال انه كما قلت لكم اللي كتبني الثقه وجسور الثقه راه كلشي كيدوز. فلهذا اذا لاحظتوا هذا الشيء راه على اعلى مستوى الصعوبات والمشاكل اللي كانت عند الحكومه وعلى راسها رئاسه الحكومه وعلى راسها حزب العداله والتنميه، راه ماشي سهل. لان كيما هادشي كيما نتوما الا حطيتي راسك مع مثلا من الباترونا السي ان اس اس لهذا كيفاش كانت الامور كتمشى، وكيفاش انه خصك بزاف الصبر والتواصل وتحاول تبني ديك الثقه، راه خصها وقت وخص كلشي بالتدرج، لان هذه سنه التدرج، راه هذه سنه ديال الله في خلقه وخص لا بدا. ولكن الانسان ما يبقاش ينتظر ويجلس يقول وسط دابا شي السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ولكن اذا تعاوننا وناضلنا وبقينا نطلبوا راه هذه الامور كتجي. فالحمد لله الا تشوفوا من اهم المنجزات اللي ترسلوا مجموعه من المنجزات، ولكن انا اهم المنجزات اللي هي مرتبطه بالقطاع ديالكم هي هذه القضيه ديال التغطيه الاجتماعيه والصحيه الشموليه خاصه بالاجراء، لان هذا الملف ديال التقاعد الذي اسال الكثير من البلدان وشحال التصريحات وردود الافعال، مشاكل النقابات، الاحزاب، الحكومه، هذه حوالي عامين ونص او 3 سنين وهو خدام هذا الملف هذا، بل اكثر. راه بدا في الحقيقه في 2004 المشكل ديال منين دارت اللجنه الوطنيه الى غير ذلك ما نقولكمش، ولكن غير في ظل هذه الحكومه راكم شفتوا شد الحبل على هذه القضيه ديال التقاعد. هذا الملف التقاعد ببساطه نتوما راه كتعانيوا، هذا السيد راه تقاعد مسكين 150,000 فرنك وشحال هو خدام، كاين اللي يخرج بقل، كاين اللي من خلال الاجر ديالو ما كيصلحوش الى غير ذلك. اذا فهاد الملف التقاعد اذا خديناه في شموليته حنا كموظفين الناس ديال التعليم وهذا بحال هنا، الا هضرت من الذات ديالي ولا الناس الموظفين اللي عندهم الصندوق المغربي للتقاعد، لان كاين مجموعه من الصناديق هذا كيتسمى اصلاح انظمه التقاعد، باغيين يديروا اصلاح شمولي عاد بادين شويه بشويه. ولكن الا جينا للناس السي ان اس اس حنا مرتاحين، مثلا كيقول لك كنشد انا 100% ومنين نخرج يمكن يزيدوا لي شي حاجه عاد من فوق ديك الاخر اللي كنت كنشد، لان داكشي اللي كانوا يقتطعوا التقاعد كيرجع، فكيقول لك انا ما عندي غرض ما يقتطعوا لياش وما ينقصوا لياش، وهذا طبيعي انه يغوت ويناضل، كيقول لك انا حق مكتسب عندي علاش غادي يحيدوا ليا. ولكن المنظور ديال الحكومه والدراسات اللي دارت الى غير ذلك كتقول لك انا بغيت نصلح كاع الانظمه، لان السي ان اس اس ملي كيخرج لي بالسي ان اس اس من نهار كيتخرج كيخرج تقاعد واخا يكون كيشد 3 د المدينه كاع ليه الفريق، ملي كيخرج ما يفوتش 6000 درهم في التقاعد ديالو.
فإذا من الآخر العكس. فلهذا الإصلاح بالنسبة لهذوك الناس غادي يقول لك مزيان، غير صلحوا. أعطيني أسيدي 70%، يقول لك تعطيني 70% أحسن ما تعطيني النص 50% أو 65%، كما زدتي مزيان. فلهذا إذا مشى هذا في الاتجاه أنه يصلح واحد الشريحة كبيرة من الأجراء، من الناس السي اس اس، كاين ناس اخرين مثلا اللي في الجامعات المحليه والناس اللي بداو مؤقتين وهذا وخافوا الوظيفه العموميه، كاين واحد النظام ديال منح رواتب التقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد FCAR. هذاك عاود حتى هو مشكل، حتى هو ما كيربحوش بزاف ملي كيتقاعد. فلهذا إذا خدينا في شموليته وفي إطار التضامن والتعاون غادي نقدر انا نصبر، يحيدوا لي انا 10 ولا 15 ولا 20% ويزيدوا لواحد اخر، واحد المجموعه كبيره منين يخرجوا التقاعد زادهم واحد 20 ولا 30% على ذاك الاجر اللي كانوا يشدوا. مزيان اذا كان عندنا هذا، ولكن هذا التضامن وهذا الحيز وهذا كيتكون عندنا بالنضال وبالوحده وبالاحساس بعضياتنا بعض. هذاك مسكين دائما انا نشوف اللي قل مني كنقول علاش هذاك مسكين خصني نتضامن معاه باش حتى هو يربح شويه. اذا اللي صعيب عندنا في المغرب هو هذه الفوارق الاجتماعيه الصارخه. واحد كيشد واحد الاجر عالي يمكن كيوصل ل 20 مليون 25 مليون مدراء المؤسسات العموميه، واحد مسكين ما كيشدش حتى السبيل، يشد 1000 درهم. فهذه الحكومه راك عارف اللي كيقول التحالف كيقول كذا، خص واحد الوقت كبير وواحد المجهود كبير يدار باش ممكن اذا بقيتي تحاول تقرب بين هادو مزيان ثم الحكم. ولكن قلت لكم بالنسبه للقطاع ديالكم ما زال خاصو الكثير، ولكن اهم شيء هو التغطيه الاجتماعي. هذه اللي دارت فاتح يوليوس، وراه ذاك النهار ذاك اللقاء قلت لكم المديره الجهويه مستعده تتعاون معكم انتم مع الجمعيه مع الاخوان اللي باغيين يديروا اللي مازال ما عندوش التغطيه كنسموها التغطيه الاجتماعيه والصحيه الكامله باش يرجع حتى هو بحال الشكل ديال لا ميتويل، بحال الكنوبس اللي ما عندوش لا ميتويل غادي يديرها. السائق المهني واخا يكون حر، حتى المهن الحره ممكن المهن الحره مستقبلا النجار الحداد الخراز كذا المحامي الطبيب هو السنور ديال الصيدلاني الصيادله واخا كيبيعوا الدواء واخا كيديروا كذا، ولكن ما عندهمش التغطيه الصحيه. شنو المشكل في المغرب؟ ما عندوش، ولكن يقدر مستطيع يخلص منين داز هذا القانون هذا، وانه مستطيعين هما يأديو الصندوق باش من نهار يكبر يفوت 60 او 65 عام ولا شحال ما هو خدمو، المهم يمشي يحكيش التقاعد ديالو، لان الكوتيزاسيون كيساهم ملي كيساهم في ذاك الصناديق اي صندوق من هذه الصناديق فخصو يشد. فنفس الشيء انه هذه الحمد لله راه غتطبق، بدات الاجراءات كنسوا بكم الاخوان اللي ما عندهمش. سمعت ذاك النهار كاين بعض الاخوان اللي ما عندهمش هذه التغطيه هذه، اللي ما عندهمش يوجدوا الملفات، يتصلوا بالجمعيه يديروا ملفات على اساس انه السي اس اس يدخلوهم في هذه العمليه هذه اللي هي عمليه مهمه تحمل الاعداد ديال الناس المهنيين وغير الوزراء. نقول لكم عاود بانه هذا الشيء باش كيمكن يكون تشريع هذه القوانين هذه، وهذا الشيء باش تغير شي امور راه ما يمكنلكش تغيرها بلا قوانين. مقترحات مشاريع قوانين في كيداروا في البرلمان وفي مجلس المستشارين، من غير هذه راه ما يمكنلكش ديرهم. اذا باش ديرهم في مجلس المستشارين وفي البرلمان فخصنا المشاركه السياسيه، خصنا نشاركوا في الانتخابات، العمليات الانتخابيه كامله، نختاروا الناس الصلحاء اللي ممكن منين يمشي تما يبقى في التواصل معنا في نما جميع القطاعات كنقول انا جميع الفئات الشعبيه، انه يوصل ذاك الهموم ماشي غير يوصلها تما، يخدم في اطار واحد الاغلبيه باش يسنوا قوانين، لان ملي كدوز قوانين وتشريعات وكتخرج في الجريده الرسميه صافي كتطبق ما عند واحد ما يقول كتبقى رسميه. ولكن واحد يقول لك غادي نزيد لك ولا نحل لك مشكل ولا غير بالهضره ولا شي كتبه هكا ندير معك اتفاق، بالحق ما كاينش قانون يلزموه. هذاك غادي يمشي ذاك المدير يجي المدير اخر يقول لك انا ماشي شغلي لا يلزمني، اتفقتي مع ذاك المدير الاخر. ولكن الاداره مستمره، هذا الشيء كله مستمر ملي كتكون القوانين، والقوانين كتدار كما تكون في البرلمان وفي مجلس المستشارين، وجايه محطات انتخابيه على راسها كاين واحد انتخابات جزئيه ديال مجلس المستشارين. مجلس المستشارين كي كتعرفوا انه دابا تقلص شويه العدد ديالهم
ورجعوا فيه سميتو فيه الناس اللي كيمشيو من الجماعات المحليه مستشارين، واحد النسبه فيه واحد النسبه ديال النقابات، واحد النسبه ديال الباترونه. دابا دخلوا حتى الباترونه، راه دخلوا ديال رجال الاعمال دخلوا حتى هما في هذا الاخر. الى غير ذلك اذا كاين فئات تما اللي ممكن من خلالها انه حنا عندنا في النقابه ديال الوطن الشغل بالمغرب مؤخرا طلعوا 4. كاينين النقابات، كاين النقابه اللي عندها 6، كاين النقابات عندهم 4، كاين النقابه عندها 3، كاين النقابه اللي عندها 1. وكان واحد بوحدو اللي هو دعي دعاء الا تعقلوا عليه. دعي دعاء كان مشهور في مجلس المستشارين، كان المجلس الدستوري طيحوه بالطعن اللي داروا فيه، لان في الانتخابات ديال يونيو ديال اللجان الثنائيه وديال مناديب الاجراء في يونيو العام 2000 ترشح باسم نقابه معينه، واحد النقابه وقع مشكل في ذاك النقابه، تقسمت عليها نقابه اخرى. منين جاو باش يطلعوا المجلس المستشاري في اكتوبر، في 2 اكتوبر ترشح باسم نقابه اخرى وطلع ودخل المجلس المستشاري. ومن ذاك الوقت لهنا حتى لهنا شي شهرين تقريبا ولا شهر ونص المجلس الدستوري حكموا قبل الطعن وطيحوا. ودابا غادي تكون نهار الخميس نهار 21 في الشهر انتخابات جزئيه ديال المجلس المستشاري الخاصه بممثلين المأجورين، يعني ديال النقابات. هذوك الممثلين ديال المأجورين اللي هما المناديب، انتم اعتقد ما عندكمش بالنسبه للسائق المهني مع الاسف تحرموا. خصهم حتى هما يكونوا عندهم ممثلين ديالهم، خصهم هما يكونوا عندهم مناديب لي ديليغي بحال اللي كاينين في العمال الشركات وفي هذا كيكونوا لي ديليغي اللي هما مناديب كيمثلوهم اي مؤسسه كما كتشغل من 10 الفوق ممكن يكون عندها ديليغي، بل كيكون اتفاق كتابي الا كانوا غير من 3 الفوق واخا غير مقهى ولا مؤسسه كما كانت صغيره مقاوله صغيره، ناس مصرحين لهم بالسينيسيس ديالهم خدامين رسميين كيديروا من دوب الاجراء ديالهم في هذه الانتخابات ديال المناديب الاجراء. هاد المناديب الاجراء اللي هما العمال وهذا وممثلين اللجان الثنائيه اللي ديال الوظيفه العموميه، هادو كيمشيو كيصوتوا كيتسموا هما الناخبين الكبار ديال هذه الفئه هذه اللي كتصوت على المستشارين، على اللي غادي يطلع المجلس المستشاري. اذا كاين واحد انا عارف ما عندكمش ولكن خصكم تعرفوها وتقولوها للناس اللي في المعامل واللي كتعرفوا هذوك المناديب راه اللوائح ديالهم كاينه، غادي يصوتوا نهار 21 يختاروا. حنا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عندنا واحد السيد علوي يوسف العلوي عضو المكتب الوطني للاتحاد وكاتب وطني ديال النقابات الماليه في وزاره الماليه. اذا هذا كان مختارين بطريقه ديمقراطيه، كانوا داروا لائحه قبل ديال 10 كانوا طلعوا 4، هذا كان الخامس في اللائحه. ودابا كل نقابه كتعطي واحد باش نهار 21 هاد المناديب الاجار ماشي اللي ممثلين هما اللي عندهم الحق يمشيو يصوتوا. قلال كيصوتوا في المندوبيه الشغل مديريه الشغل او بالنسبه للموظفين في المقاطعه، هادو اللي ممثلين ديال كما قلت كما ديال العمال ولا ديال الموظفين. اذا هذه العمليه هذه حتى هي مهمه، ملي كيطلع تما المجلس المستشاري حتى هما كيخدموا وكيشاركوا في التشريع وفي اللجان وفي هذا وفي هذا. بالمناسبه 4 طلعوا من عندنا 4، هاد 4 ما كيعطيوكش الحق 4 باش تشكل فريق. كان شحال هذه 20 شويه هبطوا 12 شويه هبطوا 6 في مجلس المستشارين. فمنين ما يكبرش عندك فريق كتكون عندك مجموعه باش بحال الشكل ديال الفريق. فهاد الاخوان ديالنا دخلوا مع فريق العداله والتنميه مجلس المستشارين وراه كيتعاونوا جميع من اجل الصالح العام ديال واخا هما النقابه ولكن مع ديال الحزب كيتعاونوا. الناس ديال النقابه كيجيبوا المشاكل ديال اللي كتهم النقابه مع المشاكل المواطنين اللي حنا قلنا التوجه الاجتماعي انه كيبداو بالناس الفئات الاجتماعيه الهشه والفئات الاجتماعيه المحتاجه وخاصه مجموعه من الامور اللي باش تحسن الوضعيه ديالها فكيتعاونوا كيف. فبالمناسبه قلت لكم هذه كاينه الناس اللي كيعرف شي حد انه يمشي يصوت. فمن بعد الاخوان كيعرف شي واحد ممكن نعطوه سميتو يصوت يختار يشارك، لان المشاركه هي شنو؟ الا بغيتي تنفع بلادك ولا تصلح الامور بغينا الاصلاح غنشارك. نقول الاصلاح نمشي نجلس في القهوه نبقى نشقف طاط داروا واش غادي نغير والو. اذا الاصلاح كيكون بهكذا والتغيير كيكون بهكذا، كيكون عندنا ممثلين نزهاء سميتو اوفياء مخلصين اللي يدافعوا علينا
منين يمشي تما لا يدافع عليا، ما كيهمنيش ما يمشيش يشد راسو ولا يدافع على المصالح ديالو ولا باش ما يخلصش الضريبه ولا باش ما الى غير ذلك من الامور. اذا فهاد الامور هادو حنا ولا ولادنا كاين تسجيل في اللوائح الانتخابيه من هنا 8 غشت، الناس اللي وصلوا 18 عام او ما مسجلينش هادو خصهم يتسجلوا، لان هذا حق وواجب في نفس الوقت. حتى واحد ما يحيدوا المواطن، حتى واحد ما يجي يقول لك ما تسجلش ولا علاش، ولا يقول لك لا ما توعيش الناس يتسجلوا. حنا بغينا البلاد، بغينا بلادنا، نحب الوطن ديالنا وبلادنا، بغينا المشاركه السياسيه تطلع المشاركه في الانتخابات. بغينا ذاك المره كانت 37%، بغينا تجاوز 50%. بغينا المواطنين يساهموا، يصوت مع من ما بغاش يحكم بالضمير ديالو، احسن ما يجي تشطارو ويمشي واحد اخر دوك اللي موالفين كيشريو الاصوات كيرخص لهم السوق وكيشريو في الطريقه. فاللي يمشي يصوت بلا ما يبيع الصوت ديالو مع من ما بغى يصوت، غير يكون مقتنع والضمير ديالو وعنده الهدف ان كيصوت على داك السيد باش غدا يمشي يخدم البلاد ويخدم الفئات الاجتماعيه اللي هي محتاجه. اذا بالمناسبه كاين واحد غادي يدار واحد يوم دراسي غالبا في مجلس المستشارين، راه الاخ السي عبد الصمد مريمي كاين فيكم اللي كيعرفوا راه كان جا معنا هنا في الصباح، اللي هو نائب برلماني ديال المستشار البرلماني ديال النقابه، ومن وجده هو نائب الكاتب الوطني ديال الاتحاد، وكيستعدوا غادي يوجدوا في هذه الايامات. كانوا ممكن يديروا اما في 20 ولا في اخر الشهر، دابا غير جات شي امور عندهم، جات هذه الانتخابات هي اللي ممكن تاجلوا، لان جات هذه الانتخابات ديال 21، فغادي يديروا واحد اليوم دراسي. فريق ديال المستشارين ديالنا غادي يديروا يوم دراسي على هذه المشاكل ديال السائق المهني. المشاكل كلها السي مراد والاخوان في المكتب راه عندهم تبارك الله يوجدوا الملفات، وممكن انه يحضروا شي واحد ولا جوج ولا ثلاثه منكم، ما عرفتش دابا غادي يعطيو، انا عطيتهم الهاتف ديال السي مراد وغادي يحضروا، فهادو كيتسجلوا. اذا غادي نخدموا بالموازاه، المشاكل ديالكم كتسجلوهم الجمعيه، وهذا ما هو محلي ما هو مع الباترون كيتحل، ما هو مع الدارات، ما هو مع المحكمه، مع السي مع هذا كلشي راكم قايمين به الحمد لله. ما هو وطني مع الوزاره، وهذا راه كاين عاود، ما هو في البرلمان كيتسجلوا ديالهم كاين السي عبد الصمد مريمي. وهذا اليوم الدراسي هذا ان شاء الله كنتمنى باش تحضروا فيه، وانا قلت لهم باش يحضروا على الاقل واحد جوج الاخوان ولا ثلاثه، ربما غادي يكون صغير في شي قاعه صغيره مجلسيه كاين المستشارين غالبا غادي يدير تما، وغادي يرفعوا الاخوان المشاكل ديالكم على اساس انه يقلبوا لها على حلول وهذا وانا اشد على ايديكم كاملين، وكنقول لكم بهذه الوحده ديالكم، بهذا الحضور ديالكم، بهذه المواصله ديالكم، بهذا الدعم ديالكم للاخوان ديالكم، انه في العمل وكتجيو تحضروا معاهم غادي تشجعوهم وتشجعونا حتى حنا انه نعاونوكم ونخدموا معكم اكثر. فبغيناكم تبقاو هكذا موحدين، بغيناكم انه المشاكل ديالكم لا بد انه تلحوا باش تحل اي مشكل. الاخوان راهم هنا خدامين معكم، الله يعطيهم الصحه، ضابطين العمل ديالهم، بغيناكم تعاونوهم وتعاونوا في مدينتكم، وحنا الحاجه اللي نقدروا نديروها، الحاجه اللي ما نقدوش غادي نسولوا ونجيب لكم اخبارها، الحاجه اللي كنستافدوا منكم انتوما كنتعلموها في هذا المجال هذا راه مزيان، وحنا غاديين شويه بشويه، واللي كيمشي على الدرب من سار على الدرب وصل، وماذا حق الوراء والطالب. واحييكم من جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. شكرا الاخ محمد بوعسريه على جميع التوجيهات والمعلومات القيمه. الاخوان غادي نفتحوا واحد اللائحه كيموافين واحد 10 الناس، والمهم اللي عنده شي تدخل حنا نحاولوا ما نسدوهاش. اللي عنده شي سؤال الدكتور نور الدين البركاني او الاستاذ محمد بوعسريه تفضل. نفتحوا واحد اللائحه ديال الاسئله بالنسبه للضمان الاجتماعي ولا التغطيه الصحيه ولا التعويض على فقدان الشغل ولا البطاقه المهنيه ولا التعسف ديال دار المراكب او المحاكم او المهم جميع المشاكل اللي كتخص السائق المهني اللي عنده شي تدخل مرحبا.